اسمك، عنوانك، ورقم تليفونك، وصورك، وحتى اهتماماتك، كل دي بتتسمى بيانات شخصية. لو انت فاكر ان البيانات دي كلها مجرد معلومات عادية لو اي حد ممكن ان هو يعرفها او يشوفها، تبقى انت غلطان. لان ايه رأيك لو قلتلك ان البيانات دي كلها بجد هي تعتبر كنز حقيقي، وان في ناس مستعدة تدفع فيها ملايين مقابل ان هي تستخدمها، بس ممكن تتحول في لحظة اللعنة تدمر حياتك. السر يا صاحبي ان البيانات الشخصية دي بتكون بالظبط زي الذهب الجديد في عصر الإنترنت. الشركات بتجمعها عشان تعرف عنك كل حاجة وتبيع لك منتجات، أو إن الهاكرز يستخدموها عشان يبتزوك بيها، أو يسرقوا هويتك عشان يستخدموها في مشروع يكونوا هما الوحيدين اللي عارفين هيستفيدوا منه ازاي، أو حتى يبيعوها في السوق السوداء وليكن على الدارك ويب. تخيل بقى إن حياتك كلها ممكن تبقى كتاب مفتوح لأي حد. متخيل ان معلومة بسيطة زي تاريخ ميلادك ممكن تستخدم عشان يخمنوا بيها الباسورد بتاعتك، او ان صورة عادية ليك ممكن تستخدم في عمليات احتيال. السر اللي هيخليك تحمي اغلى ما تملك انك لازم تكون حارس امين على بياناتك وما تديهاش لاي حد بسهولة. طب ازاي تحمي كنزك ده؟ اول حاجة لازم تكون بتستخدم كلمات مرور قوية ومختلفة، لكل حساب تكون ليه كلمة سر مختلفة. بلاش تمشي بنظام ان هو ايه، سيلكت اول. تاني حاجة تكون المصادقة الثنائية دايما متفعلة على كل حساباتك، لأنها بتكون طبقة حماية إضافية لكل حساباتك. تالت حاجة إعدادات الخصوصية، لازم باستمرار تراجع إعدادات خصوصيتك في كل تطبيقاتك ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيك. وكمان لازم تكون بتفكر قبل ما تشارك، مش كل حاجة لازم تشاركها على الإنترنت. مش كل ما يكون عندك مناسبة أو يكون في أي حدث جديد حصل في حياتك تروح تجري تحطها في كل حساباتك على التواصل الاجتماعي، لأن ده ممكن يضرك أكتر ما يفيدك بكتير. بياناتك دي هويتك الرقمية، حافظ عليها زي ما تحافظ على فلوسك. في الفيديو الجاي هكشف لك سر الفيروسات، وهل هي فعلا أخطر حاجة ممكن تصيب جهازك ولا في حاجة أخطر منها بكتير. استعد للصدمة، لكن ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تعرف كل أسرار الأمن السيبراني اللي ممكن تصدمك. سلام.